موضوع الكاتب السعودي جمال خاشقجي. يا سيد جمال، هنا بقى دي الحاجة اللي ملهاش علاقة بشخصك على الإطلاق، وأنا لم أتطرق لشخصك ولن أتطرق ليه خالص، ولن نتطرق إلى عائلتكم الكريمة. يعني المسألة هي لما يطلع كاتب شغلته الكتابة الصحفية والإعلام المرئي وحاجات زي كده، ويبقى بيتبنى دعوة لتكميم الأفواه، خد بالك، وإيقاف النقد وإيقاف التحليل، يبقى ما يستاهلهاش يا أستاذ جمال. يعني إيه؟ لما يبقى مش عاجبك تحليل صحفي أو كاتب مصري وتقول أصل هو بينتقد السعودية فيا ريت بقى السلطات المصرية تسكته، تبقى أنت راجل مش ولا بد. يعني يبقى في عندك مشكلة في تركيبتك العقلية، ده بجد مش هزار. إزاي وأنت تعمل بصناعة الرأي، وإزاي وأنت صوت للرأي العام تقول كده؟ لا أعتب عليك كثيرا لأنكم عموما وليس كلكم، هقول لأن في أغلبكم وليس كلكم اعتدتم عبادة النظام. بس احنا في مصر مش كده، معلش يا أستاذ جمال. إن كنت حاقدا على حرية الإعلام المصري فأهلا وسهلا، تعالى تنضم لي لو حابب. إن كنت لا تستطيع أن تمارس حريتك في صحافتك أو في إعلامك فدي مشكلتك، حلها، مش مشكلتنا احنا. أما احنا ما بنسكتش يا أستاذ جمال، احنا ما بناخدش التعليمات يا أستاذ جمال. انت تاخد، احنا نو. فاصل.